والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين كالعادة قناة المكتبة. معاكم محمد في فيديو جديد عن ساعة جديدة طفرت في السوق الفترة الأخرانية، وهي الساعة جيروم FT1 برو. بعد تجربة أولية من جيروم لساعة سمارت ووتش وهي ال FT1، واللي يعني كانت نازلة في وسط زحمة ساعات ما لحقناش نعمل عنها ريفيو، لكن جربناها وعشنا معاها تجربة، لكن للأسف الشديد ما كانتش تجربة شيقة خالص، حتى لدرجة ان احنا يعني قلنا لا مفيش داعي ان احنا نعمل ليها ريفيو، ولو ان في ناس كتيره لبست الساعه وما كانتش عارفه تستخدمها، وانا ما كنتش حابب الساعه دي وما كنتش بشتغل فيها خالص، ما عرضناش خالص للبيع. ساعه مش قد كده. جيروم لمت الدنيا، صححت الاوضاع، شالت الساعات دي وبقت بتعمل الساعة ال FT1 برو. صراحة تجربتها كانت مميزة وكانت ساعة جميلة في الساعات الأصلية في الفئة الاقتصادية. تعال نبدأ الفيديو ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. كالعادة نبدأ الفيديو بالانبوكسنج ومحتويات العلبة. فزي ما احنا شايفين ادي شكل العلبة. طبعا روم هنا جيروم على العليقة دي. الحاجات المهمة اللي نعرف منها الأصلية ان جيروم منتجاتها بتتضرب، لكن الصراحة الساعة الأولانية برضو ما حصلش فيها كوبي، لكن ادينا شايفين هنا العلقه دي. هنا موجود مكتوب جيروم، مكتوب هنا اسم الموديل، مكتوب هنا ان هي فيها اكسجين في الدم وفيها نبض القلب، 7 ايام لونج بيتري استخدام، 24 ساعه قياس متواصل هتقعد معاك 7 ايام. الاي بي بتاعها 67، مقاومه للماء، غسيل ايد ووضوء والحاجات دي تمام مفيش فيها مشكله. هنا العلامه المائيه بتاعه المنتج زي ما انت شايف اهو، مكتوب جيروم. ده الكيو ار بتاع الموقع. وهنا عندنا وفي الظهر عندنا هنا تفاصيل عن المنتج، اسم المنتج البلوتوث 5.0، مسافة الاتصال من 8 ل 10 متر، الرام والروم 160 كيلو بايت، البطارية 180 ملي امبير، بتشحن في ساعتين، تقعد استخدام ستاند باي 15 يوم، اليوزنج استخدام حقيقي 7 ايام، الاي بي 67 يعني. هو مكتوب كمان هنا ان هي فول سكرين تاتش. هنا السايز الشاشة 1.69 انش، فرق كبير جدا عن الشاشة اللي قبل كده. السكرين ريزوليوشن 240 في 295، مقاس الاستراب 20 ملي، واخر حاجة تدعم اندرويد من اول 4.4 واي او اس من اول 9.0. مفيش معلومات تانية مهمة على العلبة، لكن دي التفاصيل اللي بره العلبة. نخش جوه العلبة بقى. عندنا تجربة انبوكسنج مميزة. العلبة شكلها نظيف، يعني نفس فكرة علبة الاورايمو لو انتوا فاكرين. هنا عندنا هنا اهو الساعة، مكتوب برضو نفس الكلام، ريلي تايم اوتوماتيك، بتقيس النبض طول الوقت والاكسجين. عندنا هنا ادي الساعة بالشكل ده، هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. وعندنا هنا في بوكس اضافي كمان، اعتقد هيبقى فيه الشاحن زي ما احنا توقعنا. الشاحن هنشوفه برضو مع بعض دلوقتي، نشوف في ايه تاني في العلبة. كمان عندنا كتالوج كبير مش صغير، موجود باللغة الانجليش واللغة الصيني، في كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن الساعة، واللي ان شاء الله احنا نحاول نقولها دلوقتي في الفيديو. زي ما احنا شايفين ده شكل الشاحن القاعدة، شاحن خاص بالساعة، ما ينفعش تشحن على اي ساعة، هو ماجنتيك بيمسك في الساعة من تحت كده. وادي زي ما احنا شايفين ادي شكل الساعة والله بتيجي بقى بشوية تفاصيل كده جميلة، يعني منهم القفل ده عشان الساعة مقفولة ما تفتحش غير لما تشيل القفل اللي بالشكل ده. وهنا دي السكرينة بتاعتها، ودي متسلفنة بالشكل ده. فده الانبوكسنج شفناه مع بعض. خلينا نخش على الساعة نتكلم عن المواصفات التقنية والسوفت وير، فيلا بينا. هنخش على السوفت وير ومواصفات التقنيه، وهيكون عندنا المواصفات التقنيه كلها موجوده في العلبه. مش هنقول حاجه زياده عن اللي موجوده في العلبه. طبعا اهم حاجه فيهم ان الساعه 5.0 بلوتوث، وده بيدي استقرار كويس لاتصال الساعه بالموبايل. والاوبشن الثاني او المواصفه الثانيه المهمه عندنا وهي ان السكرين سايز 1.69 انش، طبعا حاجه كويس جدا بالنسبه للتطور اللي حصلت له الساعه FT1 برو. يعني لو هنبص هنا هنشوف حجم الشاشه كان في FT1 العاديه حجم الشاشه 1.3 انش، يعني مقارنة ب1.66، يعني في حوالي 4 انش زيادة. فأكبر إضافة وأكبر حاجة مختلفة عن أكبر حاجة ملحوظة يعني مختلفة عن الفيرجن الأولاني هو حجم الشاشة. حجم الشاشة كان كبير. عشان نطول في المواصفات التقنية احنا كده قلناها، نفتح الساعة بقى مع بعض ونشوفها بالتفصيل. ده شكل الساعة زي ما احنا شايفين اهو، واضح كمان هنا كده حجم الشاشة. ادي اللوك بتاع الساعة من المواصفات الجديدة اللي احنا أول مرة نشوف، إن يبقى في لوك للساعة ما تفتحش إلا لما تشيل اللوك ده. باين اهوت حجم الشاشة
الشاشه الداخلي. ده الاستراب، استراب سيليكون بماتيريال حلوه جدا برضو، ماتيريال كويسه بالنسبه للاستراب. عندنا هنا موجود برضو اللوك استراب اللي بيكون هنا اللي بيخلي الاستراب ما يتحركش بشكل برضو موجوده. ادي شكل الاستراب، طبعا ايزي لوك، بيتفك وبيركب بشكل كويس او بشكل سهل. ومقاس الاستراب 20 مللي. نفتح الساعه مع بعض. زي ما احنا شايفين اهو ضغطه طويله بتفتح الساعه تاتش بالكامل وتدعم اللغه العربي. هنتكلم عن كل الاوبشن اللي في الساعه مع بعض دلوقتي. عندنا الساعه بتدعم تغيير الخلفيات بشكل كويس، ضغطه طويله كده نقدر نغير ما بين حوالي دي 1 2 3 4 5 5 خلفيات. تدعم برنامج بخلفيات كتيره جدا. لما بنسوايب لتحت كده نخش على الشورت منيو، بنعرف فيه البطاريه مشحونه بقالها يومين اتصال فاستخدام متواصل، نزلت 12%. اليوم والتاريخ، بنخلي هنا الساعه الاشعارات تيجي ولا لا، بنخلي هنا نتحكم في اضاءه الشاشه. وعندنا هنا الفايند فون او البحث عن الموبايل. وعندنا هنا السيتنج اللي موجود فيها شويه اوبشن هنعرفهم لما نخش جوه القائمه. لما نسوايب ناحيه الشمال اول حاجه بتجيب لنا الاستيتيوس اللي شغاله بشكل حلو جدا وبتديك الخطوات بشكل فعلي قريب بشكل كبير. الارقام الحقيقيه لو انت هتعيد بنفسك 100 خطوه هتلاقيك في الاخر جبت 98 97. وهنا بيعرفك السعرات، المسافه اللي مشيتها، السعرات الحراريه والنبض كان عامل ازاي، وده هنقيسه دلوقتي وشغال كويس برضه. بعد البيانات اليوميه عندنا هنا قياسات النبض، بعد كده عندنا هنا قياسات الاكسجين، وهنا معدل النوم بتاعك الخفيف والعميق. وبعد كده عندنا هنا الويزر وتزامن الداتا بتاعه الطقس. ده بالنسبه لما بنسوايب ناحيه الشمال. لما نرجع للشاشه الرئيسيه ونسوايب ناحيه اليمين بنخش على القائمه اللي احنا شايفينها وهنتكلم عنها بالتفصيل. لما بنسوايب لفوق كده بيجي لنا الاشعارات، وزي ما احنا شايفين الاشعارات بتيجي باللغه العربيه بشكل كويس وبتيجي بخط مقري، لكن للاسف الكلام بيكمل في السطر اللي تحت. لكن كساعه اصليه في الفئه الاقتصاديه فالعربي شغال بشكل كويس وشغال بشكل ما فيش فيه اي مشاكل سواء عربي او سواء انجلش. قبل ما نخش على القائمه خلينا نشوف قياسات النبض ومقارنتها مع الهونر باند. طبعا زي ما احنا شايفين اهو لو هنقيس الساعه في الهواء مش هتدي اي قياسات والسنسور بيقف. فلو حطينا الساعه على حاجه واديناها ان هي تقيس زي ما انت شايف برضو مش بتدي اي ارقام. يعني مثلا لو احنا جينا حطيناها على العلبه دي كده وقلنا لها تقيس زي ما احنا شايفين اهو مش بتدي اي ارقام. تعال نلبسها بقى ونشوف مقارنه بالهونر هتبقى عامله ازاي. دلوقتي اهوت الاتنين مع بعض. نفتح الهارت ريت في هونر باند ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. قياسات متقاربه بشكل كبير، مش هتلاقي يعني هتلاقي الاتنين بينزلوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض. يعني لو 95 90 شويه دي هترفع شويه دي هتنزل وهكذا. عكست اهو مكان الاتنين برضو، يعني الدنيا برضو متقاربة بشكل كبير اهوت الاتنين زي بعض دلوقتي. ده بتطلع حتى برضو الاتنين بيقيسوا كويس اهو 92 99 92 92. طيب كده القياسات شغالة بشكل كويس، ده مفيش اي مشكلة. ودلوقتي هتلاقي النبض بقى زيرو احنا شايفينه. طيب شفنا القياسات، نخش بقى على القائمة ونتكلم عنها بالتفصيل. عندنا اول حاجة هنا الالعاب الرياضية المتعددة اللي نقدر نلعبها واحنا لابسين الساعة. مجموعة كبيرة من الالعاب، حوالي جري وركوب عجل 2 3 سباحة، نط حبل، تنس ريشة، تنس طاولة، تنس تسلق جبال، مشي، كرة السلة، كرة القدم، بيسبول، كريكت، كرة الطائرة، الهوكي، رياضة الركبي، رقص، اليوجا، تمارين البطن، الجري الداخلي، التأديف، الجمباز، الجامبينج. مجموعة كبيرة من الألعاب تقدر تلعبها وانت لابس الساعة. ده البيانات الحالية للوضع الحالي بتاع خطواتك ومشيت قد ايه والكلام ده. معدل ضربات القلب شفناه. الأكسجين في الدم قارنته مع الهونر برضو كان شكله بيقيس كويس. معدل قياس النوم بتاعك، ضغط الدم موجود في الساعة، الويزر وتزامن الطقس، التحكم في الساوند اللي بيشتغل بشكل كويس، تقدر تتحكم في الساوند وانت لابس الايربود. هنا بعد كده الاشعارات اللي احنا شفناها بره. وبعد كده عندنا هنا شوية اوبشنز اضافية منها ساعة الوقوف والمؤقت والمصباح اليدوي والبحث عن الموبايل. بعد كده عندنا اخر حاجة وهي السيتنج، فيها تغير الواجهات بتاعت الساعة، التحكم في السطوع وايقاف التشغيل واعادة الضبط ومعلومات المنتج اهو جيروم FT1 برو. واخر حاجة الQR بتاع البرنامج، وده اللي هنخش نشوفه دلوقتي بالتفصيل ونتكلم عنه. فيلا بينا للجزء الثالث ونتكلم عن البرنامج. هنخش على الجزء الثالث من الفيديو وهنتكلم عن طريقه ربط الساعه بالموبايل. الساعه بتشتغل على برنامج اسمه جوليري فيت. برنامج جوليري فيت ده
لو انتم متابعيني فكان بيشتغل على مجموعه من الساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه. ابديت حلو جدا ان الساعه بتشتغل على البرنامج ده. بما ان احنا مش نعمل تسجيل ولا حاجه، اول حاجه بيجي لنا الاوبشن ده بنوافق، وبعد كده بنخش بدون ما نعمل بيانات. انت لازم تعمل بيانات، تكتب اسمك، بس عادي ممكن تخش من غير ما تعمل البيانات دي اللي هي تسجيل باكونت. بعد كده نخش نختار جهاز. الساعه المفروض تظهر دلوقتي اهو، ظهرت جيروم برو. تمام كده الساعه ربطت عندنا هنا 528 والتاب 528. كده احنا ربطنا الساعه، مفيش كونكشن تاني، مفيش طريقه ربط تانية. بنعرف هنا اول حاجه عندنا هنا بنعرف البطاريه، وبعد كده نسبه البطاريه. بعد كده عندنا هنا الخلفيات، مجموعه كبيره جدا هتظهر من الخلفيات. بصراحه اوبشن حلو جدا، تقدر ان انت تتحمل خلفيات بشكل كبير قوي براحتك. طبعا كل الخلفيات دي خلفيات مجانيه، واي خلفيه انت بتحملها، يعني مثلا الخلفيه دي كده احنا نعمل لها مزامنه. فزي ما احنا شايفين اهو غيرنا الخلفيه اللي احنا اخترناها. اي خلفيه بقى بنختارها بتنزل في الجزء بتاع واجهات ساعاتي ده او خاص بالخلفيات. لو احنا عايزين ننزل خلفيه خاصه بينا فنقدر ان احنا نخش على الصوره دي او الجزء الثالث ده، وبنبدا بقى ان احنا نبدا نخش على التقاط الصوره او من البوم الصور، وبننزل صوره وبنغير الخط بالوان مختلفه وهكذا. ده بالنسبه للاوبشن الخاص بتغيير الخلفيات. تاني حاجه عندنا هنا مراقبه ضربات القلب، واحنا شفنا من شويه الضربات كانت شغاله بشكل كويس. تقدر انت تخليها تشتغل بشكل اوتوماتيك طول 24 ساعه، تفتح الاوبشن او تقفله من المكان ده. بعد كده عندنا هنا المكالمات الوارده بنفتحها عشان الساعه تبعت لنا اشعارات بالمكالمات الوارده. نبدا نفتح الاوبشن ده. وفي عندنا اوبشن حلو قوي اسمه تذكير متاخر، يعني الموبايل بتاعك بيرن بعد كده الساعه، وبتتحكم في الوقت بتاع التذكير ده مدته قد ايه، بعد ثانيه ولحد 10 ثواني زي ما احنا شايفين كده. بعد كده عندنا برضو الاختار برسائل اس ام اس. بعد كده عندنا هنا تذكير التطبيقات اللي احنا محتاجين انها تبعت لنا اشعار. طبعا احنا بنخش نفتح الاوبشن ده من سيتنج الجهاز، دي حاجه ضروريه جدا لازم تعملها عشان الاشعارات تتنقل للبرنامج فتيجي للساعه. موجود كل التطبيقات اللي موجوده على الجهاز، تلاقيها كلها موجوده، تقدر تفتح اللي انت محتاجه وتقفل اللي انت محتاجه. وفي اوبشن مهم جدا وهو المزيد من التطبيقات، خش تجيب التطبيق اللي انت عايزه من على الموبايل عادي. بعد كده عندنا هنا تذكير بالجلوس، لو انت قاعد فتره طويله الساعه بتفكرك ان انت محتاج تتحرك شويه. والتذكير بالجلوس ده فيه اوبشن وقت بدايه ووقت نهايه، وطبعا بتقفلها لما بتكون نايم، ده برضو حاجه موجوده في البرنامج. عندنا هنا المنبه، نقدر ان احنا نعمل منبه. بعد كده عندنا هنا اضاءه الساعه تلقائي للساعه، مجرد ما احنا نقلب الساعه كده الساعه بتنور بشكل كويس جدا، والويك اب بتاع الساعه شغال بشكل ممتاز جدا، مش هتحس باي تاخير. هنا وضع عدم الازعاج، اعمل له برده وقت بدايه ووقت نهايه، الساعه ما تبعتلكش اي اشعار، ما تنورش لوحدها. في بعد كده المزيد من الاعدادات، هنا الاهتزاز، لو انت عايز تاخد لقطه مجرد ما انت تهز الساعه كده الموبايل يقوم واخد لقطه. هنا عندنا البحث عن الساعه بتعمل فايبريشن كده. في اوبشن الفقد اللي هو لما الساعه تفصل عن البرنامج الموبايل يعمل فايبريشن او يديك تنبيه ان الساعه فصلت، اوبشن برده بتفتحه. هنا مده اضاءه الشاشه بتتحكم فيها من 5 ثواني ل 15 ثانيه. عندك بعد كده هنا تايم، عايزه 12 ساعه ولا 24 ساعه. واخر حاجه عندنا لغه الساعه، حسب زي ما انت عايز، ممكن تعمل اتبع نظام، لو هي موبايل انجلش هتبقى الساعه انجلش، لو الموبايل عربي هتبقى الساعه عربي، او ممكن تتحكم في اللغه. والساعه في الانجليش الخط بتاعها شكله احلى بكتير من الخط العربي. بعد كده عندنا في البرنامج هنا بقى الصفحه الرئيسيه اللي فيها معدل ضربات القلب عامله ازاي، والنوم والسجل. وهنا عندنا لو انت عايز تعمل رياضه، وتقدر تعمل الرياضه بالجي بي اس، تفتح لك جي بي اس على الموبايل، ولما بتعمل جو كده بتلاقي فتح على طول لوحده وضع الرياضه، تبدا بقى تلعب تتبسط. خلصنا الجزء الثالث من الفيديو، يعتبر كده خلصنا الفيديو. نخش على الخلاصه ونتكلم عن الساعه بقى بشكل عام، ايجابياتها وسلبياتها. يلا بينا. الخلاصه ورأي عام عن الساعه الجيروم اف 1 برو، تندرج تحت الساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه اللي تحت 1000 جنيه. ساعه كويسه جدا، بطاريتها حلوه، بتغير خلفيات، قياساتها كويسه في نبض القلب والاكسجين والكلام ده، طبعا نسبيا كويسه بالنسبه لقياسات الساعات. بتعمل اللغه العربيه بشكل كويس، الفيبريشن بتاعها وطريقه التنبيه بتاعتها كويسه جدا بالفيبريشن قوي. بتدعم تغيير الاسترابات مقاس 20، الاسترابات متوفره، تشكيله كبيره جدا من الاسترابات ممكن تلاقيها. البرنامج بتاعها برده كان برنامج ممتاز قوي، برنامج جلوري فيت، واحد من البرامج الكويسه جدا للساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه. مديك اوبشن كويسه، مديك طريقه التعامل معاه سهله جدا، بيتصل على الساعه بشكل كويس، البلوس بتاع الساعه مستقره جدا، والساعه حلوه جدا. يعني انا ما عنديش على الساعه دي فوهات في رينج السعر ده، غير حاجه بسيطه قوي وهي شكل العربي مش مقبول بالنسبه لي، ده الديفو اللي في الساعه بالنسبه لي. سعر الساعه كمان ممتاز جدا بالنسبه للكواليتي اللي بتقدمها وبالنسبه للاوبشن اللي بتقدمها. يعني الساعه سعرها في رينج من 850 ل 800، سعر ممتاز جدا بالنسبه للكواليتي بتاعه الساعه. بكده ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه جيروم الاف 1، الساعه الجديده في
في السوق المصري، متوفره برضو في ستور المكتبه لو انتم حابين تطلبوها. هتلاقوا اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن، فيسبوك، واتساب، انستجرام، وات ايفر انت حابب تطلبها منين تقدر تتواصل معنا من خلال اللينكات اللي موجوده في الديسكربشن. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه والفيديو عجبك وتدينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، واكسسوارات الموبايل بشكل عام. عاملين جيف اواي حلوه جدا لما نوصل 20000 سبسكرايب. تلاقي لينك الشروط موجود في الديسكربشن، خش اشترك عشان تكون واحد من 10 محظوظين هيكسبوا 10 منتجات من اللي احنا بنعمل لها ريفيو. في النهايه كان معكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.